بنت بتتعرف على شاب غريب بيكون عنده فقدان ذاكرة مؤقت، وبسبب مرضه ده بيكتشف إن عنده ورم خبيث في المخ، وإن مفيش قدامه كتير يعيشوا مع البنت دي. أنتم مع محمد شمس، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. شارلوت بتكون شغالة جرسونة في مطعم، وبتشتغل مع صاحبتها هيلين اللي شركتها كمان في السكن، وبتروح لزبون عجوز منزعج جدا من طريقة تقديم الأكل، واللي بيكون مش من اختصاص شارلوت، لكنها بتستحمل علشان دي متاعب شغلانتها. وبتلاقي زبونة تانية بتطلب خدماتها على ترابيزة تانية، ولما بتروح لها بتكتشف إنها أمها ومتخفية علشان تيجي تشوفها في شغلها وتطمن عليها. ولما المدير بيشوفها بيروح يلومها علشان قاعدة مع الزبونة، وده ممنوع، لكنها بتعرفه إن دي أمها وإنها بس متسلطة على حياتها. وبالليل شارلوت وهيلين بيقعدوا قدام باب بيتهم، وبيعدي قدامهم شاب، فبتعكسه هيلين وبتقول لشارلوت إنه شاب وسيم جدا، ويا ترى لو شايل أكل ممكن يدهم منه ولا لأ. فبيقف وبيعرفهم إن اسمه آدم وساكن قريب منهم، لكنه مش عارف العنوان، وده سبب غريب. وبيقرر يطلع من الأكل اللي معاه ويدهم منه. ولما هيلين بتعزمه يدخل البيت، شارلوت بترفض الدعوة لأنهم ما يعرفوش كويس. وفي البلكونة بتشوف هيلين الشاب وهو رايح جاي قدام بيتهم، ولما بتنزل شارلوت علشان تكلمه وتعرف سبب وجوده، بيقول لها إنه نسي تليفونه اللي عليه اللوكيشن بتاع البيت اللي لسه ناقل فيه، وما يعرفش مكانه بالظبط. فبتقرر شارلوت تديه تليفونها علشان يوصل بيه لبيته. ولما بيجي يشكرها بيعرض عليها يخرجوا يشربوا حاجة، فبتعرف هيلين وبتمشي، وبتوافق شارلوت على الدعوة، وبيتعرفوا أكتر، وبتكتشف إنه رسام، وبيعرض عليها تيجي بيته تشوف رسوماته، لكنها بتعرفه إنها مش متعودة تروح بيت شاب غريب من أول مرة. فبياخدها على جدار في حارة ضلمة علشان يرسم قدامها، وبيطلب منها تشارك معاه، وفعلا بترسم معاه. وبعد ما بيخلصوا بتحس شارلوت إنها منجذبة جدا لآدم، وبتقرر تروح معاه البيت. ولما بيدخلوا الشقة بتلاحظ جارته بتقوله إنه نسي الباب مفتوح كعادته، وإنه لازم ياخد باله علشان ما يتسرقش. وبتدخل معاه الشقة وبتلاقيها كلها رسومات، وبيشغل لها موسيقى علشان يرقصوا سوا، وبتعرفه إنها بقالها مدة طويلة ما دخلتش في علاقة حقيقية. وتاني يوم بيتصل بيها تليفون من والدتها، بتفكرها إنها لازم تيجي العشاء العائلي. ولما بتروح تقول لآدم صباح الخير، بيقول لها إنها مش لازم تعمل فيها حبيبته، وإن الليلة اللي عدت دي كانت مجرد ليلة عابرة، وإنهم مش هيكملوا علاقة بعد كده. فبتزعل شارلوت وتمشي على طول. ولما هيلين بتعرف بتقول لها ما تزعليش، لأن في شباب كتير اليومين دول بيقولوا وعود كدابة، وبيجهزوا سوا علشان العشاء عند أسرة شارلوت. وهناك بتكتشف إن أمها سجلت باسمها في تطبيق تندر علشان تلاقي لها شريك حياة بدل ما هي عايشة لوحدها من 5 سنين. وبيكون الموقف محرج جدا لشارلوت، فبتقول لأمها إنها تبعد شوية عن حياتها الشخصية، وإنها أكيد في يوم هتقابل شريك حياتها بنفسها. وفي يوم تاني لما بتمر شارلوت مع هيلين على الجدار اللي رسمته مع آدم، بتشوف إنه زود عليها دمية ورقية كانت قالت له إنها بتحبها، لكنه هيلين بتفكرها إنه شاب لاعبي وما ينفعش تقابله تاني. ولما بيرجعوا البيت بتعرف هيلين إن في رسالة جات لشارلوت من شاب شاف البروفايل بتاعها وأعجب بيها، اسمه سيس، وبيطلب يقابلها. فبترد هيلين بدلها وبتحدد ميعاد المقابلة، وبيكتشفوا إنه لعيب ولد قدم، وبيعزمهم على تمرين الفريق، وبيوافقوا يروحوا. وفي التمرين مش بيعرفوا مين هو سيس وسط اللعيبة، وبيشوفوا واحد لابس زي مقاتل من العصور الوسطى، وبيطلع هو نفسه سيس، وبيعرفهم إنه بيشجع الفريق، وبيعرفهم على صاحبه رودي، وبيقول إن اللبس ده تميمة حظ للفريق. ولما بتسأله شارلوت عن سبب إعجابه بيقول لها إنها شافها جميلة جدا، وبيشكرها إنها جت علشان يتعرفوا أكتر. وبينزلوا سوا للملعب وبيلعبوا طول الليل. وتاني يوم بتتفاجئ شارلوت إن هيلين باتت عند رودي، وإنها قررت تنقل تعيش معاه. ولما بتروح الشغل بتكتشف إن هيلين سابت الشغل كمان، وإن أخوها هو اللي هيجي يعيش معاها في البيت بأمر من أسرتهم. وده بيضايق شارلوت جدا، لأنها بتحس إن هيلين هخدت قراراتها لوحدها وهتبعد عنها.
لكنها بتطمنها إنها هتفضل معاها وهتكلمها كل يوم، وبيحضنوا بعض. وفي آخر يوم شغل طويل لشارلوت بتدخل عليها جارة آدم اللي كانت شافتها وهي نازلة من عنده، وبتديها جواب كان آدم سايبه عندها، وقالت لها تديهولها بعد العملية، وبتعرفها إن آدم عنده ورم في المخ بيأثر على الذاكرة، وعلشان كده دخل عملية، وإنها لازم تروح تطمن عليه. بتروح له في المستشفى وبتقرأ الجواب، وبتعرف إنه حبها بجد، وإن اللي بينهم ما كانش مجرد ليلة، وكان نفسه يعيش معاها لو عنده وقت أكتر. بتقعد جنبه وبتلاقيه لسه خارج من العملية، ولما بتسأله ليه خبى عليها بيقول لها علشان ما تحسش نحوه بالشفقة، لأن في فرق كبير بين الشفقة والحب. وبعد ما بيتصالحوا بيتعب جدا من الكيماوي، فالممرضة بتدخل وتطلب منها تخرج علشان يدوله مهدئات. وبالليل بتنام جنبه على الكرسي، ولما بيصحى بيطلب منها تنام جنبه على السرير، فبتنفذ طلبه. وتاني يوم هيلين بتيجي تزورها في المستشفى، وبتعرف إن رودي اتقدم لها للجواز وإن فرحهم قرب، فبتكون شارلوت فرحانة لها جدا. وقتها بتنصحها هيلين إنها لازم تبعد عن آدم، لأن وجودها جنبه هيعمل لها ذكريات سيئة بعد كده، لأن موته قرب. فبتمسك نفسها شارلوت من الغضب وبتطلب منها إنها تمشي دلوقتي. وبعدها بترجع للممرضة وبتطلب منها إنها تاخد آدم علشان يروحوا يزوروا البحر، لكنها بتعرفها إنهم لازم ياخدوا إذن الطبيب الأول. لكن عشان حالة آدم بتقرر الممرضة إنها تخرجهم على مسؤوليتها، بس بشرط يرجعوا بسرعة علشان مناعة آدم الضعيفة، وإنهم لو اتأخروا بره وتعب هيكون ده مشكلة ليها. ولما بتاخدوا شارلوت بيقعدوا على المية وبينزلوا نفسهم، والكلام بياخدهم وبيقعدوا يفكروا هيعملوا إيه بعد الجواز، خصوصاً إن آدم بقى عنده أمل كبير إنه يخف بعد استئصال نسبة كبيرة من الورم اللي في دماغه في العملية اللي فاتت. وبيطلب منها آدم وقتها إنها سواء كانت معاه أو لأ لازم تفضل سعيدة في حياتها، ويمكن يكون ده آخر طلب منه ليها. فبتوعده بكده شارلوت. وبعدها بيتعب وبتاخده على المستشفى، ولما الممرضة بتشوفها بتزعق لها، لأنها كده عرضت حياة آدم للخطر، وكمان عرضت نفسها للمساءلة القانونية، لأنهم ما كانوش ينفع يمشوا من المستشفى، وإنه تعب بسبب إنهم اتأخروا بره. وبالليل بتبات جنبه شارلوت كالعادة، ومع الأيام بتحس شارلوت إن آدم ابتدأ يبقى عصبي معاها، وده بسبب الألم الشديد اللي زاد عنده. وبيطلب منها وقتها آدم إنه عايز يعمل معاها رحلة بحرية قبل ما يموت، لأنه حاسس إنه هيموت قريب. فبتعرفه شارلوت إن الموضوع ده صعب جدا دلوقتي بسبب حالته الصحية، لكنه بيصر عليها. وعلشان كده بتروح شارلوت علشان تاخد مبلغ مالي من أبوها، وبتأجر فعلا مركب علشان يلفوا بيها. ولما بتخرج شارلوت من بيتها علشان تروح على الرحلة دي بتلاقي إن آدم قدر يخرج من المستشفى ويهرب منهم، وواقف عند الرسمة اللي كانوا راسمينها بإيديهم ومستنيها علشان يبدأوا الرحلة مع بعض. وبيطلب منها الجواز وهي بتوافق. وأثناء الرحلة البحرية اللي كانوا بيعملوها بيكونوا مبسوطين جدا وفرحانين إنهم بيقضوا وقت حلو مع بعض. وبيفكرها آدم بالوعد اللي وعدته له، وهو إنها لازم تعيش حياتها من بعده سعيدة كأنه معاه بالظبط، وإنها مش هتعدي يوم من غير ما تكون مبسوطة فيه. فبتوعده تاني شارلوت إنها تحافظ على وعده ده. ولما بيرجعوا على المستشفى بيعرفها آدم إنه كان مبسوط معاها جدا في الرحلة البحرية دي. وبعد كام يوم بنروح لمشهد العمال اللي بيزيلوا الرسمة اللي كان راسمها شارلوت مع آدم من على الحيطة. وبنروح بعدها لشارلوت اللي بتكون نايمة على السرير عند بيت أبوها وأمها ومكتئبة، وبيطلب منها أبوها إنها تقوم وتخرج شوية بدل القعدة اللي هي فيها دي. ولما بتدخل أمها كمان تكلمها بتعيط شارلوت، لأنهم بيفكروها بآدم والأيام اللي عاشتها معاه، وبتعرفهم إنها مش قادرة تنساه خالص. وبعدها بتوصل هيلين في حبيتها وبتعرفها إن فرحها قرب، وإنها لازم تقف جنبها، وإنها لو ما قامتش هي مش هتتجوز، وهتأجل جوازها من رودي، والاحتمال إنه يشيل من دماغه فكرة الجواز أصلاً. فبتقرر وقتها شارلوت إنها تقوم علشان خاطر صاحبتها، وبتعترف ليها إنها كانت غلطانة في حقها لما قالت لها إنها لازم تبعد عن آدم في الوقت ده، وبتتقبل اعتذارها شارلوت. ولما بتطلع شارلوت من بيتها لأول مرة من أيام بتعدي على الرسمة اللي كانت رسمها مع آدم، وبتشوف إن العمال شالوها من على الحيطة، فبتطلع قلمها وبتكتب على الحيطة أتمنى إنك تكون معايا دلوقتي. ولما بتروح فرح هيلين على رودي بيقرب منها سوس وبيحاول يكلمها،
وبيعرف عنها أخبار الفترة اللي فاتت اللي ما كانش بيشوفها فيها، فبتعرفوا إنها كانت متجوزة وإن جوزها مات وبقت أرملة دلوقتي. ولما بتشتغل المزيكا بتقعد ترقص شارلوت وهي سعيدة وبتفتكر كلمة آدم في ودانها والوعد اللي وعدتهوله، وإنها تفضل مبسوطة سواء كان معاها أو لأ. فبتوعده تاني شارلوت إنها تحافظ على وعده ده. بيكون خلص فيلمنا. وما تنسوش لايك وشير وسابسكرايب. فيلم من الآخر علشان يوصل لكم كل جديد.